يا هلا والله بالغالين، حياكم الله يا طيبين، ربي يحفظ الكل. اليوم وياي ضيف من المانيا وابو جعفر المعروف بعد ابو جعفر، وياي هم جايين على التخييم. السياره هنا طبقتها، جايبين ويانا مشاوي وراح نشوفكم ابداعاتنا بالشوي. تعالوا ويانا الفيديو يعني يفوتكم اذا ما يعني تشوفوه للاخير. زين خلوكم ويا الفيديو، خلوا لايك واشتركوا بالقناه، وخلوا اعرفكم همين على عبد، طبعا هم عنده قناه وراح اخلي قناته اسفل صندوق الوصف. وتعالوا وياي شباب، لا تنسون اللايك، ها اهم شيء اللايك والتعليق. انا عبد ابو محمد ابو جعفر، ابو جعفر بعد نار على علم. اليوم سمكم علي. ايه اليوم راح نصيد سمك، نذب هذا وراح نسوي فعاليات. تعال شوفوا الفعاليات اللي راح نسويها. اللي جايب بيبسي، اللي جايب كباب. ها اليوم شلون راح يصير الشوي؟ راح يصير فشي رهيب. ضيعتنا بالغامض. سميره يا اخوي، سميره. طبعا ردنا نعبر بس المي كلش صاعد. سميره اللي يشوفوا ويا سنارات اكل غراض فما نقدر نعبر. خلينا نجيب لنا فد شجره كبيره حتى شنو نصعد. هاي كبيره، عاشت ايدك والله. انا اخوك، عاشت ايدك. هذا همين منقرها، هذا الحيوان هو كلهن منقرها. طبعا هسه نمشي ونباوع على الاشجار كلها ماكلها. هذا نقار الخشب، ما اعرف اكو حيوان ثاني. المهم هواي اشجار ماكلهن. خل اشوفكم مثل هاي، شوفهن هاي ياكل بيهن. طبعا ما اعرف شنو من حيوان اللي هيك مقصقص. ذني كلهن مقصقصهن. طبعا هسه دا يحاول حتى يعبر، وشوفوا المسافة ترى بعيدة يعني مو قريبة. عبرك مش ذيك الشجرة حتى نشمر لك الغراض. دير بالك. الله كسرت ويلي يابا. بس زين عبرت. هسه ندنيها هاي بعدها هاي كبيرة. خلا شوية دنيها عليك وعاد تسحبها. بعد ساعة خليها بعد ساعة تضبط. ايه اسحبها. عاشت ايدك. هاي رصينة، هاي قوية بس باعوا مخلفات الحرب. خلنا شنو ننظف. ترى هنا كنت تماسيح والله العظيم. هنا انا وعلي جينا هذا من البصرة. احنا رحنا على حديقة حيوانات ومعروفة ما لقيت بيها تمساح. لا بيها تماسيح هنا. خنازير، بيها حصن برية، جواميس بري. عبر انا خفيف بالنسبة لي. طفرة واحدة اطفرها هاي. ايه على اثنين، خلي وزنك على اثنين. سميرة جيب. عاشت ايدك. هاكو يا دير بالك. وين ايدك؟ طبعا بعد ما عبرنا والعبرة كانت صعبة جدا، هسه قاعد اسولف لهم عن الدليل السياحي مالتهم. ابو جعفر طبعا جاي دائما. والله دائما يجوي. سميرة هاي نجي لنا انا الفيو فول، بس هاي بالصيف هنا منطقة استوائية تصير حارة باردة. باعوا شباب. شوفوا البط خير من الله هنا. يعني اليوم اعتقد راح ناكل بس بط، نعيفه مالتنا وناكل بط. شو تقولون؟ ايه نعم. ابو جعفر حبيب الغالي، اليوم بطين لك. انت حصلك كبيرة. طار راح نطارن. شباب تذكرون هاي الشواية من رحنا على اسبانيا انا وابو جعفر؟ وقلنا هاي نشوي بيها، وهاي بعدين ما استخدمناها. استخدمنا الطباخ الصغير وقمنا نقلي ونشوي. هسه راح نشدها هاي طبعا وياها حتى الكتالوج مالتها، وبعدنا ما شاديها جديدة. فبس والله تدمرنا انه المنطقة كان صاعد المي بيها، وهاي رجلينا كلها طيانة مثل ما تشوفون. بس يعني تسوى تعب، وهاي يسوى التعب والفيو هنا فشي ثاني. طبعا كل مرة هنا نلقى ذني الحصن البرية. لقيناها من ذيك الجهة، تشوفون من هناك. يا بس طقينا النار، شدينا المنقلة هاي الصغيرة اللي على قد الحال. هسه بس ننتظرها تشتعل. تمام. هسه لازم نجيب لنا حطبات لانه النار
هسه راح اجيب لك هذا البله منطقه ونكسره ونحرقه. وهسه شباب طبعا السنارات جدا مهمه. انت جاي هنا يعني جايب وياك هيجي وخيمه وكراسي والدنيا عالقه، بس سناره ما تجيب عيب. ما معقوله. جايبين ويانا لحم، راح اخلي يمكن هسه كبد زين اعلقه، بس طبعا سنارتين دبل سناره هاي. احنا مو مهم صدنا ما صدنا، يعني كل مره يعني ما اهتم للصيد. للونسه بس للونسه، والصيد يعلمك الصبر طبعا. تصبر زين، لازم تصبر. هسه راح اشوفكم شلون راح اشمر. هاي هسه بدون طعم، راح نجرب بس الشمره مالتها، يعني صار لي سنه كامله ما ذاب سناره، راح اذبها هسه نشوف. قول بسم الله. بسم الله. وما داق بيك. لا تسحب لي وياه. هاي اول ذبيناه وكلبت بالشجره، هو اخذ الشجره. يا الله يا الله والله العظيم. يا ابا ايش قد فقري احنا. شباب اسمع عصفور، صدنا عصفور. يا شلونه هذا خالي. هسه راح نترم ونخلي بالشاش. طبعا كل شيء ما عندنا صدق، احنا هسه بالبراري، يعني بالبراري هيك. هاي العده هنا والمعدوده، كل غراضنا بهذا. طبعا هو جايب شاش، بس الشاش مال الكباب للاسف ما جبت الكل. يعني قلت انا شو اسوي، يعني ما راح ناكل هواي. ما كنت اظن ابو جعفر الاخو يجي، ظنيت بس ابو محمد فجبت قليل. بعد عندي شاش مال تكه. عم بركه هذا الناي. بركه. شد ابو النظيف. شد ابو النظيف. هذا شو اسمه؟ بوراك. بوراك تركي. يلا تعال انت غير قاعد خابر. في ومي وجه حسن. الله شمال. حياهم الله الشباب. شوفوا هسه ذبيته على الشوي، هذا حلقوم، واحنا نخلص الحلقوم وبعدين نبدا بالكباب. اي نبدا بالكباب، دجاج زين. هذا الشغل العراقي، لا تقول لي مطعم اربيل ولا مطعم هذا. تعالوا هنا، هذا مطعم ماس مكلين. ابو حمودي رحب بكم. وسميره. ايوه. ابو حمودي عيوني. لا فعلا الاجواء تستاهل والريحه الطيبه، الهواء النقي، لا صوت سيارات وكلها بصفحه وانا عيني على الخبز. انا مسوي رجيم. الف عافيه. تعال هنا. انا مسوي رجيم، بس هذا الخبز تعال هنا، تعال بالمخزن. الريحه مالته مثل الخبز اللي على الطين، خبز الطين. اي هذا شعير شباب. أيوة احنا جبناه ويا الريف ويا الاجواء الريفيه، فشي ثاني تمام. واعتقد الشيش مالتنا احترق، لازم احنا شو نسوي؟ نقلب بيه. حضر لنا صمونات ابو هاشم. هاي نفتح له شلون لعب؟ نفتح له شلون؟ نفتح تمام والله. اللوز هم مو لوز. اي اكو سكينه وافتح بطنها، بس اغسلها يا بش قد. روح للشط جيب لنا مي وتعال. يا بش قد اني على اساس نذب الخيمه ونخليها، بس القاع صراحه كلها رطوبه، لان المي الظاهر كان صاعد لفوق بعد ما ذبت ثلج وظلت تمطر. يمكن ايش قد ظلت؟ اسبوع كامل، اكثر من اسبوع. المي كله ارتفع. فالمهم الحمد لله على كل حال. عاشت ايدك. هاي قلبها باصبعك، لان هاي من جوا مشويه. قلبها هيك قلبها. هاي هيك. احنا اليوم احد وباكر ان شاء الله يوم اثنين يبدا اول يوم رمضان، فاذا نزل يوم الاثنين او يوم الثلاثاء نقول لكم رمضان كريم، وينعاد عليكم بالصحه والسلامه يا رب والستر والعافيه. وهسه احنا يعني اليوم اخر يوم، فراح نختمها شوي على ما اعرف ايش صيد. وشفتوا وين السناره راحت؟ وين؟ على الشجره، وتالي راحت صدنا عصافير بس دباعوا لي اول يا لك الوضع. سكر صاير تمر. اي والله رهيب. دقيقه شلون صايره.
هي مشوية. الله 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 الله. لوز بعدنا ما ذبينا الدجاج. شوف الحركة، شوف ترس الكرش. ويلي يابا الف عافية. بص الحركة دي من قولات شو اسمه محمد رمضان. تفضل. هاي كبيرة حيل. شاي مسوي مشعولة. شلونه؟ هاي من اللي فايل. طيني بعد واحدة، طيني دب اياها هنا. اسحب. روح. هاي الاخرى مستوية. اسحبها واحدة هاي كام. اسحبها. ما اعتقد نشوي دجاج، بس راح نشبع. اهم شيء الكرش. شو شلون داريتك؟ والله والنعم. مع شلونه؟ هاي بالخبز اللي عندك. الله، ويا هاي الاجواء. تعذرونا على هذا المنظر القاسي، تعذرونا والله العظيم. هذا اخر يوم قبل رمضان، فلازم شويه نطلع نغير جو. صار لي سنه كامله ما طالع تخييم. اي والله. طبعا جايبين ويانا دجاج وكبد وكباب، لحم مفروم يعني. كل ذني ما اعتقد تاكلون بعد، ها؟ يعني اشيش كباب تاكلون؟ إيه. انا شيش. طيب وين؟ لا انا شيش، بس انت تقول لي ايه هسه شيش لك. انا على مود شنو؟ على مود انتو ضيوف يمي، جاي خطار يمي. بس بدي اسالك سؤال. جواب. هذا السؤال طبعا سالته قبل تقريبا شهرين 3 اشهر، همين كان على اليوتيوب. سالته النسيب اللي جايني من سويسرا يعني. فسالته قلت له شلون الاجواء يمكم وشلون تعاملهم هناك. فالجواب كان بالفيديو، وراح اخليكم اللينك وروح شوفوه. هسه راح اسال ابو محمد. ابو محمد، شنو الاجواء اللي شفتها يمنا اللي عجبتك؟ وشلون الشعب البلجيكي؟ انت جيت لهنا أنا وشفت. والله شوف، هي الاجواء كعامه اجواء اوروبا كلها تقريبا تتشابه، لكن شعب عن شعب يختلف. اني حسب ما صار لي مرتين اجي على بلجيكا، مرتين 3. الشعب البلجيكي شويه مرح، منفتح اكثر. كل العالم تعرف الشعب الالماني هو شعب شويه نوعا ما منغلق، يعني ما عنده هذيك الحياه الاجتماعيه القويه. يعني اذا واحد حتى احتمال والصادف هاي كثره، يعني اني شخصيا اسلم على واحد قول له صباح الخير او مرحبا، يعني طبيعي ما يجاوبك بكل سهوله. هنا بالعكس، هنا هو يبادر. اليوم الصبح انت من جيتني شفت المره اللي تعدت من يمنا، هي التفتت، هي تمشي وجهها مو ابو محمد، وجهها دايره يعني. التفتت عليه هيجي وقالت له هي مورجن يعني او جود مورنينج. فالتفت عليها قال لها جود مورنينج، مو صحيح؟ بلى. فهم هاي طبيعتهم هنا. فشو تشوفها زينه هذا الشيء؟ بس طبعا هاي يعني مو على الكل. اكو المان بالعكس، اكو المان هم نفس الشيء، هم يبادرون بالسلام او بالكلام او بالمساعده. لكن خلينا نقول نظره عامه هو الشعب الالماني كل الناس تعرف نوعا ما منغلق اجتماعيا، يعني منغلق على نفسه. اذا انت ما تبادر مره مرتين احتمال. والله ان كان عندي جيرانه بقيت يمكن 3-4 اشهر يوميا من الصبح اروح على الشغل اقول له جود مورجن، ولا ادير بال. اخر شيء قلت والله فلا بعد اقول له يعني ما ترد عليك، ما تجاوب. وجارتي هاي هسه ما كملت لكم. جارتي اول ما قعدت هي جتني قالت لي صباح الخير، قلت لها صباح النور. قالت لي هم تحتاج مساعده، تريد شيء، انت جديد هنا. موجود عندنا اكو بالعراق نفسيات اكو نفسيته تصير طيبه من تقول له عم الله يساعدك، اهلا بك، استريح، اشرب شاي، تعال تفضل، الله عليك. طبعا عندنا الاكثريه بالعراق نفسيتهم طيبه وروحهم كريمه زين. فمو كل الناس، يعني الناس اجناس، كل انسان وطبيعته، ثقافات وعادات وتقاليد. يعني اكو سلم عليه ما يجاوب، اكو يعني اصلا اذا سلم عليه يستغرب، يقول لك ليش سلم عليه، ليش يعرفني هو او يعني يستغرب استغراب شديد. صحيح. قمنا ناكلها بدون خبز، بس ابو جعفر مشتري خبز اليوم صمون زين هيجي قبل، لانه هوايه وين تخليه. بعد ورانا كباب، ها بعد 2-3 العصر الكباب. ايه الله. تعذرونا على هذا المنظر برمضان. اي والله احنا مثلكم راح نصوم وننزل ذني الفيديوهات برمضان. راح انزله بعد العشاء حتى لا اشيل غطاحات فعلا. الله
هاي عوزه بعد. بسم الله. يا الله. هاي المشكله الهواء يرجعها. الهواء يرجعها بس تمام هسه تمام. هسه مكان مناسب. اي حتى شوف هذيك ويا الحمراء. ديناصور. ايه سميره. ايه ذاك دا يصيد شوفوا شباب ذاك واقف طاب بنص المي ويدق الناره مالته. ما يبين جيبه بالزوم جيبه. ايه طقه بالزوم. اي والله ذاك شوف وين نازل. اصبعك. اشيله صبعي. تمام. حتى تاخذ مجراها تروح لهناك الحبل يروح. هسه شويه نوعا ما وقف الهواء. هاي الحركه. عافيه. هسه تمام. تمام. شوفوا وين راحت هناك بنص البركه. وهاي العتله ترجع مرة اي بعدين ارجعها هي حتى شنو تلف عدل. هيك. بهاي الطريقه. معلومه. اكون متجرس تصير اضبط من هاي. بس انا مو من النوع اللي اروح اصيد واروح بكثره مو يوميه يعني. مو يوميه لا هاي صار لي سنه انا ما جاي لهنا. يلا عصيف ان شاء الله. ان شاء الله والله اكيد ان شاء الله تجون لنا أنا. نروح اسبوع كامل. اسبوع كامل نجي هنا نذب خيمنا. ابو جعفر عنده خيمه عنده كراسي نضبط وضعنا وعلى اللايف. ابو جعفر راح اخليكم التيك توك مالته اسفل صندوق الوصف. اسمه ابو جعفر جوا راح تلقوه. وشوفوا اللايفات هو صور هواي فيديوهات على التيك توك فاريد من عندكم هم تدعموه على التيك توك. وابو محمد هم اسفل صندوق الوصف هم راح اخلي قناته. عصير برتقال سندي لالنجي على ما اعرف. بس طيب والله طيب رقي. الف عافيه الف عافيه. خاف شوندر هذا. وغوالي هسه طلعنا من الغابه انا وابو جعفر وابو محمد. هاي غراضنا شايليها وهسه راجعين. طبعا الاجواء هنا كلش حلوه بس المشكله وحده بس انه القاع كلها طيانه بعد هي ما ناشفه. الصيف ما ضربتها الشمس قويه. صيف بعده ما اجانا فننتظر الصيف يجينا حتى شنو تصير الارض شويه تكون صلبه. هسه وين ما تدوس طيانه بس هذا المكان هسه زين حاليا. اجواء خرافيه. المنظر حلو هذا منه كلش حلو. هذا الوزن. شوفوا الوزي طار هو يخاف هذا. شوفوا المكان هنا الفيو رهيب. هسه البط كان هنا كله فلت من ذيك الجهه ماكو. طبعا غراض وياي كلش هواي وقوه لازم الكاميرا حتى اصور. هسه شباب رجعنا طلعنا من الغابه ذبيت السياره هناك وقفنا هنا راح نذب المغناطيس. هاي تجربه جديده طبعا راح يجربها جاي صديقي عبد من المانيا فراح يجرب. هسه نشوف شنو الوضع. شوفوا هذا المغناطيس 400 كيلو 400 كيلو. يسحب 400 كيلو. ايه يا الله يوقع. لا هيك تقوى. الا باللوي. سهل ما تقدر لان يسحب لك اشياء ثقيله. فعلا. هذا هسه راح يذب الحبل وراح يشوف. المي ونشوف. نذبه هيك زين بدون حبل. ليش اخذتوا هذا محمد؟ ب 69 يورو. 69 من وين يبيعوه؟ على امازون. على امازون. هسه ايش راح تطلع لنا؟ ما نريد سمك ما نريد. انت وحظك. اي ذهب فضه. اي لا ذهب ما نريد. ساعة رولكس كيف؟ اي رولكس بيه مجال. طبعا المدينه مالتي يوميا مسوين حفله، يوميا مسوين كرنفال واحتفاليه وهاي بس انا مالي خلق اصورهم. فاليوم صورنا لكم اليوم احد باكر باكر جمعه. باكر اثنين ان شاء الله وصايمين يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. والله باقي دقيقه صارت. ماكو شيء. 1 2 3 هوب هوبا. يلا يلا هسه راح يصيد لنا ديناصور صدق ثقيل. والله العظيم. هو هذا وزنه شيء؟ لا احسه ثقيل ما ادري. هو وزنه تقريبا 800 جرام. ايه احتمال.
جينا على غير مكان انا وابو محمد. ابو جعفر راح لان قال ابني مريض والله يشافي لي اياه بحق لا اله الا الله. ضلينا انا وابو محمد وهسه راح يذب المغناطيس نشوف بكي الله يعني ما اعرف هنا اكو. لا اكو ان شاء الله اكو. ان شاء الله. بس اكو مكانات اكو مكانات جوا بداخل مدن بعيده. فخلينا نشتغل هنا ونجرب بكي الله يعني نشوف. هاي اول ذبه. يلا شكها روح. وهاي هسه راح يسحب اول سحب. لهنا شباب بيكون نهاية الرحلة أو الفيديو. ربي يحفظ الكل. رمضان كريم عليكم ويسعدكم يا رب. طبعا اتمنينا يبقى ويانا طبعا ابو محمد اخ وعزيز وغالي علي. الله يعزك يا طيب والله العظيم. فمن قال لي راح اجي باكر عليك ونروح نخيم صراحة فرحت وقلت له يلا اليوم اخر يوم يعني بهاي الاشهر الكريمة اللي هي شهر فعلا شهر شعبان. فاليوم اخر يوم فحبيت انه نصوركم فيديو انا وياه مشترك. ربي يحفظ الكل. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. وها لا تنسون طبعا راح اخلي قناته اسفل صندوق الوصف تروحون على قناته وتكتبوا له انا من طرف بشير جو. اتشرف بكل من يجيني والله. حياك الله وحياهم الله. كل اللي يروح من يمي على قناتك واللي يجي من قناتك ربي يحفظ الكل. احنا كنا اخوه والله. على راسي. حياتي لك يا ربي. وان شاء الله انتظروا الفيديوهات الجايه همين عنده بعد. طبعا راح نروح على هولندا راح نروح على المانيا. انا اروح لهم على المانيا ان شاء الله. اي فنصور فيديوهات مشتركه. لا تنسون الاشتراك بالقناه اذا تزورني اول مره. انا اخوك عراقي بشير واسكن في بلجيكا. فاشترك بالقناه وخلينا تعليق ونشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامه شباب.